هتخافي من ايه؟ انا معاكي راجل ومش نبات. انا خايفه. ابوس ايدك خرجني من هنا. مش هتمشي قبل ما ابوسك. انت ازاي مركز في البوس في الجو الرعب اللي احنا فيه ده؟ انجز بقى، انا تعبت. حطي نفسك مكانك. ستوب ستوب. ايه في ايه؟ حد يحفظه كلام. خلاص يا عم يوسف حافظين. يلا كراكيت. 72 واحد تاسع مرة. اكشن. علي انا مش مرتاحه هنا خالص. ايه الكلام؟ ستوب. بص حطي نفسك مكاني. لو انت ولد ومعاكي بنت زي القمر، انا لو مكانك مش هفكر غير فيكي. تمام؟ يلا كراكيت. 72 واحد 10 مرة. اكشن. حطي نفسك مكاني. لو انت بنت وانا ولد. ستوب يا استاذ، ما انت ولد وهي بنت. بص يا استاذ، لا مؤاخذة يعني، كأن هي انت وانت هي، يعني لو هي مكانك وانت بنت زي القمر هي مش هتسكت، يا سهلة. انت تخرس خالص وتخليك في حالك، فاهم؟ يا استاذ حط نفسك مكاني، ورحت وجيت 60 مرة، لو انا مكانك كان زماننا روحنا نمنا. 72 واحد 11 مرة. حطي نفسك مكاني. لو انت انا وانا انت وكنا احنا الاثنين مع بعض. ستوب. حطي نفسك مكاني. 13 مرة. ستوب. انت ازاي مركز في البوس في الجو الرعب اللي احنا فيه ده؟ وكنا احنا الاثنين مع بعض. 72 واحد 60 مرة. اكشن. حطي نفسك مكاني. ستوب. حد يحفظه الكلام يا اخوانا. 72 واحد انا هقف ورا بقى بعد كده، ماشي يا استاذ يوسف؟ اكشن. حطي نفسك مكاني. لو انت ولد وانا بنت، بقى معقولة هتسيبي واحدة زي القمر؟ هيغلط اهو. ستوب. ايه يا سعيد اللي انت بتعمله ده؟ يا ريس بقول لسعادتك ايه، ما تحطها مكانه وتحطه مكانه، ابدله مكانه عشان نخلص نروح ننام. الو، ايوه امنيه، بقول لك ايه، كلتي يا حبيبتي؟ الف هنا وشفا. بقول لك لو رجعت لقيتك عند الست اللي اسمها حنان دي هقطع خبرك. لا نام انت، انا شكلها هتاخر، ما هو حيلتها ابن المنتجه ده بيقعد يعيد ويزيد لما خنقنا. طب سلام انت بقى عشان عندي شغل. مالك يا سعيد؟ في ايه؟ ايه انت مش متضايق؟ متضايق من ايه؟ من خيبتها اللي عمال يعيد ويزيد وما بيحفظش الكلام. ماله استاذ خالد؟ ده ممثل ضايع، الله اكبر عليه، في ايه مالك؟ روح يا اخويا في وشه قول له انت ممثل ضايع. يا عم بقى بص ايدك ما تقطعش عيشنا يا ابو سعيد. لا يا اخويا كل عيش. انتوا ايه يا جماعه؟ مش عايزين تخلصونا ولا ايه؟ يا استاذ سامح. ايه يا ابويا في ايه؟ يا استاذ سامح انا بحاول بكل طاقتي ان انا ارفع من راسك المعنويه. راس المعنويه؟ انا بصراحه محتاج اي فلوس. فلوس؟ عايز اروح للدكتور. دكتور؟ وانت كل يوم هتروح للدكتور؟ وانا تعبان ما انت عارف. انت عارف ايه؟ مش انا رحت للدكتور وقال لي سلامتك. ايوه. وبعدين قال لي انت لازم تروح لدكتور اعصاب. ايوه. رحت بقى للتاني بتاع الاعصاب، قال لي تروح لواحد بتاع انف واذن وحنظله. حنظله؟ ورحت له برضه. ايوه. قال لي انت تروح التوكيل. توكيل ايه؟ يعني حاول بقدر الامكان تديني اي مبلغ. طب حنان عامله ايه؟ وانا مال انا ومال حنان؟ لو حضرتك عندك خدمتين عايز تغسلهم وابعتهم لها هي. استاذ سامح، مدام سميره جت. استر استر يا رب، استر يا رب. يا عم خبير الصوت انت. مش انت خبير اصوات؟ طبعا. اسمع كده معايا. سامع؟ ريحه ايه؟ صوت شياط. يعني كويسين. امال فين سلمى؟ ايوه سلمى. يا نجمه يا نجمه. يا حبيبتي ايه النور ده كله؟ وحشتيني. انت وحشتيني اكتر. ازيك يا روح قلبي؟ عامله ايه؟ قولي عملتوا كام مشهد النهارده؟ مشهد واحد. ايه؟ مشهد واحد ليه؟ لان انت عارفه رئيس البيت جيش عندي حته مشهد عامله انا وسلمى معبر جدا، بذاكر طول الصبح. مش كده يا سلمى؟ طبعا خالد ممثل شاطر جدا ما شاء الله. طبعا يا حبيبتي، ما انا عارفه امال ايه، لكن برضه قولوا لي ما عملتوش الا مشهد واحد ليه؟ العطله فين؟ العطله عند الزبط اللي اسمه سعيد كلاكيت. ايه؟ سعيد كلاكيت؟ يا سعيد! ايوه يا سعيد! انت يا زفت يا سعيد! اهلا اهلا ست كم. انا قصدي يعني تعملوا ست كم حضرتك، يعني خفه دمك تقيله ومين؟ قول لي بقى، عايزه اعرف انت معطلهم ليه؟ انا حضرتك يعني السينما هتنسى ولادتك يعني. اتفضل. فعلا خالد طول عمره اثبت ان السينما المصريه طول عمرها ولاده. طبعا يا حبيبتي، ده ابني امال ايه؟ امال انا انت قلت له ليه؟
اتفضل يا نجم، اتفضل يا نجم. اه فعلا طول عمرها ولا ايه؟ ده كده بقت بتبيض. بقول لك ايه يا استاذ ايه، احنا هنمشي امتى بقى؟ العلم عند الله. كنت ايه رايك في استاذ خالد كومصر؟ استاذ خالد ممثل هايل، تحفه طبعا. تحفه طبعا. ايوه. انت مصدقه اللي انت بتقوليه؟ الراجل داخل فيلم مع حلو، يبقى ممثل ايه؟ تحفه طبعا. طيب. طبعا ممثل تحفه. يا استاذ سليمان، ازيك يا سليمان؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا بحبك قوي والله. ربنا يخليك. حضرتك نجم يعني محبوب عندنا والله في البيت كلهم بيحبوك. متشكرين قوي قوي. حضرتك معانا في الفيلم؟ لا انا بصور جنبكم. بتصور فيلم؟ لا انا بصور ورق. ايوه بس ورق فيلم يعني. ورق فيلم صح. تصدق والله انت مش واخد حظك في البلد ده يا استاذ سليمان. ربنا يخليك. يعني حضرتك في ادوار، يعني مثلا انت عندك مثلا دور زي ابراهيم الابيض ده، الدور ده كان راكبك يعني. على فكره انت بتفهم قوي يا استاذ. الله يخليك. هو انت المخرج بتاع الفيلم هنا؟ لا انا كلاكيت. طب بعد اذنك. يا استاذ سليمان والله بحبك يا استاذ سليمان. ايوه ايه المشكله يعني؟ المشكله بقى يعني في شغلتنا دي ان كل واحد فاهم ان هو فاهم، وكده مش ممكن يفهم. بالك بقى لو فاهم ان هو مش فاهم كده ممكن يفهم. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. والله العظيم. معلش يا استاذ سليمان بحبك والله. ممكن بس بعد اذنك يعني صوره؟ لا معيش صور دلوقتي. لا صوره بالموبايل يعني. ممكن مفيش مانع. علاء بعد اذنك بس صوره كده انا والاستاذ سليمان. طبعا. والله اديله بس الموبايل يصورنا صوره بعد اذنك يعني. صور. معيش كاميرا انا في الموبايل بتاعي والله. انا مصور يعني صوره كده عشان بحبك والله يا استاذ سليمان. الموبايل بتاعي. والله بحبك قوي يا استاذ سليمان، بس الاسم يعني تايه عن بالي. انت فين يا ست حنان؟ ايه يا اخويا؟ في ناس نايمه، عايزاه عايزاه. ابدا، عندي هدمتين عايزك تغسليهم وتشطفيهم وتنشريهم. وانت يا اخويا طب مين قال لك ان شاء الله ان انا بشتغل غساله؟ غسالة، خياطة، كله شغل. بس كده انت تؤمن. عينيا. تسلم لي عيونك يا عينة الرجاله يا معفن. قوم يا عم صح النوم بقى. صباح الخير. صباح النور. اموت واعرف بتحضري الفطار ده امتى؟ هتوصلني في طريقك ولا اسبقك انا؟ لا يا حبيبتي ما عنديش شغل النهارده، روح انت. باي يا حبيبتي. ياه، ايه بتخلي البتنجان ده امتى؟
يغسل له هدومه ما يقوم من نومه يا ابويا. انا اغسل لك هدومك وامرش لك هدومك، احد يخليني اشتغل. شاكرين يا ست، روحوا اشتفوا وشك انت. يا هو انت ليه بتعاملني كده؟ يا ست لا عاملك ولا تعامليني، فكك مني بقى، ده حاجه غريزه. اهو. طب اغسلها تاني بقى. مش هغسلها، انا عايزها كده اهو. يلا خليك برملك قاعد. صغيره بس مدوره. يا سعيد، يا سعيد يا كلاكيت. استاذ يوسف اهلا وسهلا، ايه النور ده؟ ايه يا عم السلم ده؟ معلش خير؟ ابدا، انا كنت بعاني من اماكن تصوير جنبك هنا ومدير الانتاج، فشاور لي على بيتك فقلت اطلع اسلم عليك. تصدق يا سعيد المقطم طلع فيه اماكن تصوير تحفه. يبقى انت بقى طالع في المقطم جديد. ان شاء الله تبقى احسن مخرج في المقطم. الله يخليك يا سعيد. انا كنت جايب الهديه دي للاموره الصغيره. هي فين امنيه؟ امنيه في المدرسه وزمانها جاي اهي، جت اهي. خد يا حبيبتي، عمو جايب لك الهديه دي. الله، حلوه قوي اللعبه دي، ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك يا استاذ يوسف. طب ما حلال، احسن من الممثل ده ابن المنتجه. وعلى فكره بقى شغلانه الكلاكيت دي شغلانه مهمه جدا، زي المخرج وزي الممثل. بصراحه المخرج من غيرها يتسوح. ليه يا سعيد؟ ما يعرفش يلم الفيلم، لان كل حاجه عندي بالارقام. شوف هي تبان قدام الناس انها حاجه تافهه او هايفه، لكن في نظر انا انت احلى من هايفه. ميرسي يا سعيد على الكومبليمون دي. ايه الكومبليزون ده؟ كومبليمون يعني مجامله. انا اسف يا استاذ سعيد، عايز. طب بعد رجلك. دي مش وقتك خالص تندهلي دلوقتي، ايه ده؟ ايه يا عم في ايه؟ ما انا كنت جاي عايزك في حوار اصلا. يا عم انت جاي واحنا وصلنا للكومبليزون. كومبليزون؟ ده مجامله يعني. يعني انت لسه بتحبيه؟ لو انا لسه بحبه ما كنتش جيت معاك هنا. تمام كده، الحفظ كويس. طارق يلا استني بره شويه يا جماعه، يلا شباب. يا سلمى حفظتي؟ تمام. مبسوطه؟ مبسوطه؟ مبسوطه ازاي يعني؟ معايا؟ تمام الحمد لله. سلمى انت وحشتيني، وحشتيني قوي. لو سمحت يا يوسف، انا دلوقتي مخطوب، ما ينفعش نتكلم في حاجه زي دي خالص. انت بتعيط يا علي؟ ببكي على حالنا يا رباب، بنتقابل في السر زي الحراميه والارهابيين. كنت عارفه اني بحبك من زمان، ومع ذلك سمعتي كلام امك واتجوزت اللي بيشتغل في الخليج يا رباب. يا علي ابوس ايدك، احنا جايين هنا نتبسط، تقعد تنكد علينا؟ حبيبتي عايشه في حضن راجل تاني كره حضنه. لو كنتي وقفتي جنبي زمان كان زماننا عايشين كويسين يا رباب. اهو اللي بيشتغل في الخليج كان كل يوم بيضربك 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 يا رباب. كفايه يا علي، كفايه بقى. انت ايه بعد كل اللي عملته علشانك شايف ان ذنبي اكبر من ذنبك؟ انا لو جوزي يعرف ان احنا بنتقابل اصلا هيقتلني، ومع ذلك برضه منعت نفسي منه. جيت في حضنك انت. أمنية، 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 هي راحت فين دي؟ أمنية، يا أمنية، أنت فين يا حبيبتي؟ انا اهو يا روح قلبي، امرني. والنبي انت ابن حلال وطيب، وشك حلو، النور جه يا خساره. عشنا وشوفنا البتنجان بسرة. أنا كم مرة قلت لك ما تروحيش عند الست دي؟ ما هو النور كان مقطوع فكنت خايفه. خافي هنا، ما تروحيش هناك يا حبيبتي. الست دي ست مش كويسة. انا بحبها قوي يا بابا. اسمعي اللي بقولك عليه، اللي أقوله مش عايز أعيده تاني، فاهمة ولا مش فاهمة؟ حاضر. ألو. ازيك يا سعيد؟ الحمد لله. مين؟ انا عادل محروس، مدير الانتاج من شركه الكواكب.
اهلا يا باشا، اهلا وسهلا. انا تحت البيت عندك، عايزك تنزل لي حالا عشان داخلين فيلم جديد وعايزينك. تحت امرك يا باشا. انزل لي بس دلوقتي عشان اديك عربون وافهمك الدنيا. هوا 5 دقايق اكون عندك. سلام يا باشا. يا ما انت كريم يا رب. بص انا نازل 5 دقايق وراجع تاني، اطلع عليكي زي ما انت فاهمه. استاذ عادل، استاذ عادل، حضرتك استاذ عادل؟ لا مش استاذ عادل. وانت مين؟ يا باشا شغلانه لمت باين، عايزين نمضي بقى وناكل عيش. بقول لك ايه يا غزال؟ قول يا حبيبي. ما شفتيش مدير انتاج؟ وده شكله ايه ده؟ يعني ما حد سأل عليا؟ انت حد بيسأل عليك ولا هيسأل؟ ايه ده؟ طب عشان بس الحاله ضنك يعني اسمحي لي اطلب ايدك اللي فيها الذهب. ايدي اللي فيها الذهب؟ ليه؟ هصوم افطر على بصله؟ خلاص خليكي صايع. يا استاذ عادل. أمنية اتخطفت. طب ايه؟ مين اللي خطفها؟ خطفها ليه؟ طب يا اخويا وانت بتعمل في نفسك كده ليه؟ هو انا اللي كنت خطفتها؟ أمنية! 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 بقول لك يا عم عيد. نعم. ما تشوفش أمنية؟ أمنية مين يا ابني؟ أمنية بنتي. لا والله يا سعيد يا ابني أنا ما أعرفش شكلها أصلا. أمنية! 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 راحت فين؟ يا حبيبتي أمنية! الو. انا بسمع عنك سامع خير يا سعيد. مين معايا؟ ما تقلقش، بنتك في الحفظ والصون معانا. انا مش فاهم حاجه، انت مين وخطفت بنتي ليه؟ بكره في اللوكيشن هتفهم كل حاجه. لا تروح نام وما تجيبش سيره المخلوق، عشان لو عملت كده مش هتشوف بنتك تاني. طب ليه أمنية؟ قول لها بابا عايز يسمع صوتك، قول لها بابا عايز يكلمك، هي مش هتقول لك لا. يا باشا الو. من جاي؟ عمرك يا كده. هات لي قهوه. ده 10 مرة تطلب قهوة في ساعتين، انت قاعد في عزا، ما تطلب حاجة تانية. طب عندك نسكافيه؟ اه. طب اعمل لي قهوه. انا غلطان ان انا خايف على قرحتك. يا عم مدغور بقى. الفيلم اللي فات النقاد كتبوا كلام ما عجبنيش ابدا عن خالد، وده سبب ان انا غيرت المخرج وجبتك. هو كان اختيار سيء من البداية. علشان كده بقى يا يوسف انا عايزاك تهتم بكل تفصيلة عن خالد. حاضر يا ابن سميرة، بس هو يحفظ. من المهم مش هو يحفظ، لا
الكواليتي الكواليتي. جرايه يا عم يوسف، انت عليك عفريت اسمه احفظ. على فكره مفيش مخرج في الدنيا بيهتم بالتفاصيل الهايفه دي. احنا كنا هنجيب مخرج كبير يخرج الفيلم ده وانت عارفه كويس، بس مدام سميره قالت لا، نجيب يوسف ونديله فرصه. والمشهد الاخير في الفيلم انا عايزه كده نهايه مؤثره، عايزه الناس كلها تخرج متعاطفه مع خالد. وسع عدل الباشا، وسع. اتفضل يا نجم مصر، اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. برنس. الو. ايوه يا باشا، انا في اللوكيشن اهو زي ما سعادتك قلت لي. ازيك يا سعيد؟ يا باشا انا راجل غلبان يا باشا، وامنيه دي اللي طلعت بيها من الدنيا. سعيد، احنا مش هنأذي امنيه ما دام هتعمل اللي احنا عايزينه. اللي هو ايه يا باشا؟ انا مش فاهم حاجه. اشرب قهوتك وخليك هادي. بتدور عليه يا سعيد؟ خد القهوه وخليك طبيعي. طب بتشرب حاجه يا باشا؟ دلوقتي بص وراك على طول. ها؟ شفت مين الممثل اللي وراك؟ ده خالد شهاب يا باشا. برافو عليك، هو ده المطلوب. مطلوب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. لما تروح البيت هتفهم كل حاجه يا سعيد. يا باشا الو. الو. رصيده نفذ. ما تشال شويه يا اسطى بقى. الو. ايوه باشا. باشا مين يا اخويا؟ انا حنان. عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. فيني بقى عشان عندي شغل. طب استنى والنبي بس. ربنا يهديك يا سعيد. وعيد حبيبك النبي يا رب، نجيه من اللي هو فيه يا رب. الو. معلش يا سعيد، الناس ما لحقتش توضب الاوضه كلها. انت معايا؟ افتح السيناريو اللي قصادك واقرا. ويخرج عمرو المسدس من جيبه ويطلق الرصاص على علي. انا مش فاهم حاجه. ومين اللي بيفهم الايام دي؟ المهم تنفذ. في 6 رصاصات قدامك، هتحطهم في مسدس الاكسسوار عشان مشهد القتل. ده كل اللي طالبينه منك. انت عايزني اقتل؟ كلاكيت. لو ما نفذش اللي احنا عايزينه بالحرف الواحد مش هتشوف امنيه في حياتك. انا بديك نعمه الاختيار، بنتك او خالد. ايوه يا باشا. ايوه يا استاذ سامي. انت فين يا سعيد؟ انت فين؟ ايه؟ اليوم هيبدا يعني خلي عندك دم، خلي عندك دم. اشرب حاجه يا استاذ سامي. يا جدع دي حاجه تقرف. سكرك ايه؟ عسل 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 عسل.
93/5 اول مره. اكشن. ليه كده؟ ده انت صاحبي واخويا، تخوني مع مراتي؟ مع السلامه. ما تضيعش نفسك. راسي يا خاينه، من فضلك ما تشتمهاش. ده كل حاجه في الدنيا عملتها لك، كل ضرباتي كانت كامله، حتى اخويا رميته في الشارع بسببك، وفي الاخر تخونيني مع مين؟ مع صاحبي. احنا كنا اصحاب، وبعدين ما تفهمش غلط يا عمرو، ما تبقاش غريب. افهم غلط ايه يا كلب؟ انا كده خلاص فهمت كل حاجه. انت لازم تموت. كهربا فصل. مين اللي فصل الكهرباء؟ ام الكهرباء. من فضلك ما تشتمهاش. لا شوف الكهرباء، روح. والله العظيم حد باصص لي في الفيلم ده، والله العظيم حد باصص لي في الفيلم ده، والله في الفيلم ده. عنك يا محمود. متشكر سعيد. ست عملت المشهد 100. هو انت اللي قطعت الكهرباء؟ ايوه كنت لسه. المشهد الخارجي باظ. ينفع نصور داخلي؟ ينفع. ينفع. خلاص يا سامي خلاص، ما هو شكل الفيلم ده جاي علينا بخساره اصلا. عموما يا سيدي، لو الدنيا ليلت عليكم وما لحقتوش تصوروا النهارده، عايزاك تكلم لي كده كام صحفي على كام قناه عشان يجوا بكره، فاهم ولا لا يا اخويا؟ طب ماشي. مالك فين؟ ولا حاجه، اديني سجاره. احلى سجاره لاحلى مز. كهرباء وصل الاسلاك، بس في واحد قطعها عمد. الشمس راحت يا سامح، فركش النهارده وبكره بقى ان شاء الله. فركش يا جماعه، فركش. والصبح الساعه كام؟ حضور 9 كاميرا 10. حضور 9 كاميرا 10 فركش. كنت اذاكر لك المشاهد عشان ما تعطلناش. استاذ خالد. طيب يلا دلوقتي. استاذ خالد. عايز ايه يا سعيد؟ انسه سلمى ماشي. انا عارف ان انسه سلمى مشيت، لسه عايز ايه يا سعيد؟ بصراحه يعني انت كنت مفتعل قوي في المشهد، يعني هارد لك. انا شغلي ما كانش عاجبك ولا ايه؟ لا مش قصدي، لا ده انا كان نفسي يعني المشهد يكمل، بس الحمد لله ربنا ستر. خلص يا سعيد، عايز ايه؟ عارف يعني حضرتك يعني كاركترك يعني الصراحه اوسع من كده بكتير، يعني انا لو منك اعمل دويتو مع هيفا. اشمعنى هيفا يعني؟ يعني هيكسر الدنيا، هيفا وتافه، يعني تخيل. خلص يا سعيد، عايز ايه؟ انا عايز امشي. حضرتك ماشي ولا مروح؟ ايه الجمله؟ يعني خدني في سكتك. انت نازل فين؟ في اي حته. لا مش سكتي، امشي. تشرب حاجة؟ هات شاي من البن بتاعي. فتلة؟ لا شتلة. ازيك يا استاذ سعيد؟ وماله؟ دي مدام بتحبك قوي وكيف يعني والله. سعيد. شوف بتحبك والله العظيم، بتحبك. خراشي، ايه يا راجل قفلت عليا ليه؟ طبعا، هو انت ست شمال في شمال، خلصت على شباب المنطقه، دخلت على نقابه السينمائيين، ما هو ده التطور الطبيعي للحاجه السافله. عيب كده، ما يصحش، الناس هتسمعنا. ايه يا ست انت؟ ما قلت لك حل عن سمايه بقى، في ايه؟ يعني كفايه مستحملك في السكن، جايه كمان في لقمه العيش تبقى وظيعه؟ بس يا سعيد الناس بتتفرج علينا، حرام علينا. ما يتفرجوا، موري بقى من هنا بقى.
وانت اتفرج على ايه؟ اتفرج على ايه؟ ما تغوروا بقى. ده ايه الناس دي؟ ايه ده؟ انت مين؟ يا ستي سعيد، سعيد يا ستي، ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ تعال. مفيش حاجه يا ست، اتكلي على الله، مفيش حاجه، يلا امشي. يا اخويا تعالى معايا وفوق شويه، حرام عليك بتتفرج عليا الناس. يا ست اسكتي بقى، انا اللي افرج عليك الناس ولا انت رجعت تزعق فيا قدام الناس؟ يلا غوري من هنا، يلا اتكلي على الله بدل ما بهدلك قدام الناس. طب تعالى اوديك المستوصف. مش هروح مستوصف، وغوري بقى بدل ما الحاجات دي تبقى. يلا غوري بقى. بقى كفايه، حرام عليك. ايه ده؟ ايه يا سعيد اللي بتعمله ده؟ خلاص يا عم عيد، ما انت شايف اهو. يلا يا اخوانا كل واحد يروح لحاله، يلا يا اخوانا، يلا اتفرجوا على ايه؟ الو بابا الحقني يا بابا. أمنية يا حبيبتي، انت فين؟ شفت احنا كويسين ازاي؟ بنتك في الحفظ والصون، بس انت خالفت الاوامر يا سعيد. يا باشا انا عملت اللي انتوا طلبتوه مني بالحرف الواحد. انت ليه قطعت الكهرباء؟ ما قدرتش يا باشا، ما قدرتش. ورميت الرصاص في الزباله ليه؟ ايه ده؟ عرفت ازاي؟ هتنزل دلوقتي حالا تاخد التاكسي لغايه المنحنى الخطر اللي هناك، هتلاقي صفحه الزباله اللي رميت فيها الرصاص، هتلاقي فيها ال6 رصاصات، تاخدهم ونتقابل بكره في اللوكيشن. سعيد انا مش بدي الفرصه مرتين، زي ما ضيعتهم من ايدك ترجعهم تاني، مفهوم؟ ايوه يا باشا، بس مش كده يا سعيد يا ابني. وبعدين ما تفرجوش عليكم الناس، الست حلال ما تستاهلش منك كل ده. الو، مين بيتكلم؟ حاج احمد؟ ازيك يا حاج محمد؟ طب بقول لك ايه؟ اقفل دلوقتي يا ابو الصلح عشان ورايا حاجه كده. منزل مقطم يا اسطى؟ اتفضل اتفضل يا باشمهندس. ايوه يا سامح، انا عايزاك تعمل لي اوردر تورته كبيره قوي وعليها صوره خالد، مكتوب عليها بالبنط العريض النجم خالد شهاب. وعاوزاك كمان تعزم لي كل القنوات الفضائيه. انا عايزه اخر يوم تصوير ده
يبقى يوم ما حصلش. وبقول لك كمان دور الدكتور اللي في المسلسل الجديد ما تخليش المخرج يجيب فيه حد، عشان انا عندي وجه جديد. حياتي الواحد بقاله ساعة بيلف بالعربية زي الدبور، مش لاقي زبون واحد يقف. أنا كنت زمان نزيه وبتنطط على الزباين، دلوقتي لو حتى قرد شمفانزي شاور لي أقف له. عشان كده أول ما شاورت له قلت لك تعالى اركب. أنا في حاجتين يا أستاذ ما أعملهمش في حياتي، لا نشط ولا أمشي محبس. ايه نشط دي؟ يعني لا مؤاخذة ما أخش النشاطات ولا أحرز. ولو بتشاور كده ليه؟ عشان لا مؤاخذة الحتة اللي في جيبي ده مش بتاعي. يا ريس تحب تسمع منير؟ انا بحب اسمع منير قوي، ساعات كده بحس ان هو بيتكلم عن مدام عندي في البيت، ساعات بحس ان هو بيتكلم عن مصر. جو لخبطه يعني، وجو اللخبطه مطلوب برضه يا ريس. يعني كانت مصر ولا المدام تلاقي الاثنين بيعانوا. يعانوا من ايه كفاله الشر؟ من رغي بق. ده كده بق يزعل. ما يولع، ما تقعد ساكت يا عمنا، انت في ايه؟ ما تعرفش تسكت؟ خلاص يا ريس، الصمت لغه العظماء. نزلنا عند المنحنى خطر. هتلاقي ست الصبح تحت الزباله دي. هو انت اللي بتكلمني في التليفون؟ انا الاوامر اللي عندي ان اوصلك عند الصحيحه وبس، يعني اكتر من كده لا تسالني ولا اسالك. انا بنتي فين؟ يا ريس انا زيك عبد الغفور، ولو حد شافني بتكلم معاك هيقتلني. مين اللي هيقتلك؟ الصمت لغه العظماء. الو. ايوه يا باشا، انا هنا في المكان اهو، لا في صفيحه زباله ولا حاجه. لا كده، في قصر كبير قدامك، اطلع الجبل وبص حواليك وانت تشوف. عايز اشوفك. عشان تقتل حد لازم تعرف هتقتله ليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أمر. أنا كلموني أجي هنا. هم مين اللي بيكلموك؟ اللي بيكلموني. أيوه يعني مين اللي بيكلموك؟ السلام عليكم. خد. أنت سعيد كلاكيت؟ أيوه. طب تعالى. حلمي باشا شهاب في انتظارك جوه. إيه ده؟ المنتج بتاع أفلام زمان؟ بالظبط كده، ده أنت كتلت أفلام مصر. وانا هقابله هو شخصيا يعني؟
شفت السينما زمان وفن زمان وانتاج زمان، مش تقول لي السينما اليومين دول. ازيك يا سعيد؟ نحمده يا باشا، الحمد لله. انا انتجت افلام كتيره زمان كسرت الدنيا وصنعت نجوم كبار. امنيه فين يا باشا؟ بنتك لطيفه يا سعيد على فكره، ربنا يخليها لك. طب ممكن حلم بيه اشوف امنيه؟ انا حتى بحب الاستاذ خالد ابن حضرتك قوي. خالد؟ الفن زمان كان يتميز بان الممثل يبقى خلوق قبل ما يبقى ممثل. ايه رايك يا خالد؟ بصراحه يا باشا ممثل ضايع. وهو ده اللي ضيع الفن وضيع السينما، هيضيع مصر كلها. ياه، الاستاذ خالد عمل كل ده؟ امثال الاستاذ خالد وسميره هانم. يا حلمي باشا انا ماليش دعوه بكل القصه دي، انا عايز اخد بنتي وامشي. وانا نازل لك دلوقتي. سعيد، ما نفسكش في حاجه يا سعيد؟ لا انا ما نفسيش في حاجه يا بيه، انا راجل كلاكيت على قد حالي، يعني باكل لقمتي وانا ساكت وكافي خير شري. لا انا ممثل ولا مخرج عشان عايز اشير والناس تشاور عليا. ابوس رجلك يا بيه، خرجني انا من اللعبه دي. لا بجد يا سعيد، ما عندكش حلم نفسك تحققه؟ لا انا راضي. اطلب اللي انت عايزه قول، هحققه لك. انا عاوز امنيه. انا هدي لك امنيه، انك تلاقي بنتك. باشا يا حلمي باشا، انا كده مش فاهم حاجه. تعرف يا سعيد احنا ليه اخترناك للمهمه دي؟ ليه؟ عشان ما عندكش حلم. بس دلوقتي اقدر اقول لك مبروك، بقى عندك حلم. لا يا باشا انا مش عايز احلم. مش بمزاجك، خلاص وقت الاختيار عدى وفات. الاخلاص يا سعيد اهم حاجه في الدنيا، الاخلاص. تعمل ايه يا سعيد لو عرفت ان امنيه مش بنتك وان مراتك بتخونك مع واحد تاني؟ لا يا باشا، حسابها عند ربنا، بس انا متاكد ان امنيه بنتي. زعلتش قوي كده. بقول لك افرض يعني لما تروح تحلل وتتاكد انك ما بتخلفش وعندك ابن وتعرف انه مش ابنك، تتاكد ان مراتك بتخونك بعد ما انت شلتها من الحضيض واتجوزتها وعملتها نجمه. مسكتها كل الشركات بتاعتي وبقى معاها فلوس، وفي الاخر تخونك وتلبسك قضيه وتدخلك السجن. يا ساتر يا رب، هو في كده؟ طب سعادتك بقى انا ايه المطلوب مني؟ تحرق قلب سميرة هانم على ابنها. ما تخلص يا سعيد. ازيك يا علاء؟ انا حاسس بيك يا سعيد. انت عرفت؟ عرفت ايه؟ يعني ما تعرفش؟ لا. طب حط نفسك مكاني بقى، اعمل ايه؟ ايا كان الموضوع، ابويا سعيد الله يرحمه قال لي نصيحه كنت نفسي استخدمها بس ما جاتليش. هي ايه اللي ما جاتلكش؟ الفرصه يا سعيد، لو جات لك وراحت منك من غير ما تستخدمها تبقى حمار، لكن لو استخدمتها صح هتبقى ملك.
هتركب. محدش هيعرف ينزلك ابدا. ابوك اللي قال لك كده؟ انا رايح الحمام دقيقه وجاي. عايز حاجه من الحمام؟ يا نجم، عارفين ايه اللي بيحصل، بس عارفين ايه اللي بيحصل. لا انا من زمان جوايا الموهبه، علشان كده قررت ان انا اعمل الفيلم ده. نجم نجوم. انطر نجم مين يا عم؟ عليا النعمه بتاع البوفيه احسن منه، على الاقل بيعمل لنا شاي وقهوه. يا عم خلص، عايزين ناكل عيش. ناكل عيش. خلصت؟ ايوه. يا استاذ سامح. مش سامع حاجه. ستاند باي. كليكت. 96/5 اخر مره. اكشن. ليه كده؟ ده انت صاحبي واخويا، تاخدني مع مراتي؟ علي مع السلامه. عمرو ما تضيعش نفسك. اخرسي يا خاينه. من فضلك ما تشتمهاش. ده كل حاجه عملتها في الدنيا عشانك، كل طلباتك كانت مجابه، وفي الاخر تخونيني ومع مين؟ مع صاحبي. انا كده خلاص فهمت كل حاجه. انت لازم تموت. ما تخافش يا سعيد، ما تخافش. انت بعد لحظه من دلوقتي هتبقى اهم انسان في مصر. كات. بيرفكت شوت. هل قتل النجم خالد شهاب متعمد ولا خطأ غير مقصود؟ يا ابني ادي على نفسك انت لسه واثقين. نزل كاميرا تصور ايه؟ مش صورته؟ صورنا يا فندم. كل حاجه؟ كل حاجه يا فندم. طب خلاص ادي على نفسك. انت شفت ايه؟ عادل. يا فندم. لم لي كل الكاميرات مع الناس دي، مفيش صوره واحده تخرج من هنا احسن ما اخرب بيوتكم. يلا. حاضر يا باشا. يا حبيبي. مدام سمير، البقاء لله. ازيك يا فنانه؟ قولي لي ايه اللي حصل؟ حضرتك انا ما اعرفش اي حاجه اصلا. مش انت اللي كنت معاه في المشهد؟ مشهد ايه؟ انا خطيبته. وانت بتشتغلي ايه؟ بشتغل ستايلست. ايه؟ ستايلست يعني ايه ستايلست؟ يعني انا مسؤولة عن الملابس والاكسسوار في الفيلم. وانت؟ انت؟ نعم. بتشتغل ايه؟ بطلت. يا ابني بتشتغل ايه؟ مدير انتاج. قول لي بقى حصل ايه؟ اللي حصل تسأل بقى مصطفى الطوخي. بيشتغل ايه مصطفى الطوخي؟ بيشتغل ايه؟ طوخي. بقول لك ايه يا برنس، هو كده اليوم اتضرب؟ يوم ايه وزفت؟ انت مين؟ انا بتاع الصوت يا باشا. ما اسمعش صوت ونزل الزفته دي يا عادل.
ايوه يا فندم. الموضوع كبير يا مروان، هتبقى قضيه راي عام، الدنيا عندنا مش ناقصه، اتصرف. مفهوم يا فندم، مفهوم. مشهور قوي يعني خالد شهاب ده؟ يا باشا مشهور ايه؟ انت ازاي ما شفتوش؟ ده ما فيش حاجه غير لما بيطلع فيها، حتى افلام الكرتون بتاعت العيال الصغيره. ماشي، انت قدام التلفزيون، بص قدامك. شغلتك ايه في الفيلم؟ حضرتك انا محمد فؤاد مساعد الاستاذ يوسف، مساعد مخرج يعني. انا منجايه بتاع البوفيه، يعني الشاي القهوه، وماليش غير في كده سعادتك. المفروض ان محمود بيضرب الله يرحمه الاستاذ خالد في مشهد من مشاهد الفيلم بالنار. والله العظيم والله العظيم يا فندم ما كنتش اعرف ان الرصاص حي مش في شنك. انا مش عارف ازاي ده حصل. يا باشا احنا بنستخدم رصاص في شنك، وكمان واخدين تراخيص من حضراتكم كده، لكن عمرنا ما شلنا رصاص حي. بس انا هقول لسعادتك على حاجه، بس عايزك تاخدها بصدر رحم. رحم؟ يعني خليك رياضي وخدها بروح صدريه. انا اللي قتلت خالد شهاب، اكتب دي. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انت مين يا ست انت؟ انا حنان يا باشا. انتوا بتفتشوا اوضه سعيد ليه؟ سعيد متهم في جريمه قتل. بالظبطي. ليه يا باشا؟ ادي اللي انا كنت عامله حسابه، يا نهار اسود. يا لهوي. انت تقربي له يا ست انت؟ اقرب له؟ انا ابقى مراته. وبعدين يا سعيد؟ بس يا باشا هو ده كل اللي حصل. يعني هم خطفوا بنتك وهددوك لو ما حطيتش الرصاص الحي هيموتوها، مش كده؟ عرفت ازاي؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم ان كل ارقام التليفونات اللي كانت بتتصل بيك مقفوله ومش عارفين مين صحابها. تصدقك ازاي؟ قول لي انا اصدقك ازاي؟ يا ابني انت لازم تساعدنا مش تتوهنا. ولا دي فيها اعدام يالا. يا باشا انا بالنسبه لي انا مش مهم، المهم بنتي. تاني بنتي. تمام يا مروان بيه، دي ارقام التليفونات لقيناها مكتوبه عنده على الحيطه في بيته. ولقينا كمان مكتوب بنتك معانا. اهو صدقتني بقى يا مروان باشا. بس في واحده عايز تقابل حضرتك بره. ليه يا دكتور؟ بس عايز تقابل حضرتك من غير سعيد. والله يا بيه زي ما قلت لك، انا مراته. انا مرات سعيد كلاكيت يا ناس. مراته ازاي؟ الواد قال في التحقيق ان مراته ماتت بعد ما ولدت بنته بسنه. سعيد ما بيخلفش. هو ايه اللي ما بيخلفش؟ انتوا هتجننوا امي؟ طب انا معايا قسيمه الجواز، صوره منها يعني. اصل هو لسه ما طلقنيش، انا لسه على ذمته. انا مش فاهم حاجه، يعني هو بيكذب؟ لا سعيد ما بيكذبش يا بيه. سعيد عيان. عيان؟ عيان عيا جامد قوي. ما تقولي حاجه يا دكتور. سعيد عنده انفصام في الشخصيه. مبروك، المهمة تمت بنجاح. الشيك اتحول للبنك. طب وازاي يا دكتور تخرجوه من المصحة وهو بالحالة دي؟ تخرجوا مجنون؟ يا بيه هو مش مجنون، هو مريض نفسي. حالة سعيد بيسموها العقل الأخضر، يعني حالة مسالمة جدا، عمرها ما تأذي حد أبدا. يا دكتور ده قتل. لا يا بيه، سعيد ما يعملش كده أبدا. ده طيب وكل الناس اللي في الشغل بيحبوه. ده حتى كلهم عارفين إن هو عنده مشكلة وبياخدوه على قد عقله. يعني الناس اللي في السيما عارفين حالة سعيد؟ أيوه،
ده حتى الاستاذ يوسف مره جالنا البيت وجاب له هديه الامنيه، وسعيد قعد يتشكر له قد كده. ثانية يعني يوسف جاب هدية الأمنية اللي هو عارف إنها مش موجودة أصلا؟ ايوه. ممكن تحكي لي القصة دي بهدوء؟ حاضر. مره الاستاذ يوسف جالنا وكنت انا وسعيد متخانقين. ان شاء الله تبقى احسن مخرج في المقطم. ربنا يخليك يا سعيد. انا كنت جايب الهديه دي للاموره الصغيره امنيه. هي فين صحيح؟ امنيه في المدرسه زمانها جاي. اهي جت اهي. خدي يا حبيبتي، عمو جايب لك الهديه دي. ربنا يخليك يا استاذ يوسف، انت ابن حلال احسن من الواد الممثل ابن المنتجه. يا بابا انت وحشتني قوي يا بابا. امنيه حبيبتي، انت وحشتيني قوي قوي. ما تخافش يا سعيد، انا جنبك. ليه كده بقى؟ انت ايه اللي جابك يا ست انت؟ طبعا تلاقيهم مسكوك اداب. الله يسامحك. يا ست مش عايز حد جنبي، ابعدي عني بقى، ابعدي عني. يا ست ابنك جايبه ده مش هتسجنينا. طيب يا اخويا انت كمان انا ناقصاك. يا خرابي. تعرف الست دي يا سعيد؟ انا ما بحبش اتكلم في الاعراض يا باشا. لا اتكلم والنبي يا سعيد. انت اللي قلتي. الست دي يا باشا ست شمال، وبتعرف رجاله بيجوا لها البيت. انت اللي قلتي. ومره شفتها مع الاستاذ سامح مدير الانتاج. انت اللي قلتي. قولي له انت بقى. انت اطيب واحد شفته في الدنيا. يا رب يشفيك ويرجعك ليا بالسلامه. شفت يا بيه؟ اهي بتلغينا عينك اهو. بس انا بقى بستحرم. سعيد اللي بتشتمها دي تبقى مراتك. هي حصلت؟ ايه بيه؟ ايه الكلام ده؟ لا مؤاخذه. جرى يا سعيد، انا حنان مراتك، والنبي تفتكر هتتسجن. سعيد انت عيان، لازم تفهم ده عشان تعرف تساعدني. يا بنت برضه هتصدق كلام واحده زي دي؟ هو اللي بيدور على بنته يبقى عيان؟ يا سعيد انت ما عندكش بنت اسمها امنيه. امال اسمها ايه؟ يا ابني انت ما عندكش بنت خالص. فوق بقى يا باشا. هم خطفوا بنتي عشان اعمل العمله دي ورجعوا لي بنت تاني. مين عمل فيك كده؟ انا هقول كل حاجه بقى. حلمي شهاب المنتج بتاع السيما. ودي تيجي ازاي؟ خالد شهاب ابن حلمي شهاب. حد بيقتل ابنه؟ خالد مش ابنه. مدام سميره كانت لا مؤاخذه وخانته. بص يا باشا، انا رحت لحلمي شهاب القصر بتاعه في المقطم، واول ما تخش كده تلاقي صوره كبيره قوي لمحمد علي باشا، وتلاقي صور كتير قوي بقى الفنانين بتوع زمان بتوع السيما. وفي ولاعه بالاماره وقعت مني هناك، ولاعه اللي هي تفتحها كده بتعمل مزيكا. تيراريراريرارارا تاريرا تاريرارا. يا ابني خلصنا الله يسيئك. ما هو لحد ما تولع وتطفيها. حضرتك بتدخن يا باشا؟ هات سيجاره. ماشي يا سعيد ماشي. People have been misled, and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused, and I've been accused. I've been refused. بص يا فريدة، هنعمل تمرين صغير كده عشان نعرف امكانياتك في التمثيل. هنفترض انك كنت خطيبتي وبعدين سيبنا بعض، ارتبطتي بواحد تاني غني جدا، بعديها بشويه مات، فرجعتي لي. اول ما هتشوفيني هتقولي لي ايه؟ فكري في كلامك قبل ما تقوليه. يوسف، انا عارفه ان انت زعلان مني، بس صدقني انا اكتشفت اني مش عارفه احب غيرك.
كدابه. ليه بتقول كده يا يوسف؟ انا لسه بحبه. كدابه. انت عملت كده عشان هو اللي هيطلعك سلم النجوميه، عملت كده عشان الشهره. عارفه عملت كده تاني ليه؟ ها؟ ليه؟ انا مش عارف احب غيرها، مش عارف. يوسف انت ممثله هايله. الرائد مروان مباحث. اهلا وسهلا يا مروان باشا، امرني. معايا اذن بالتفتيش، افتح الباب. زي ما انت شايف سيادتك كده يا باشا، القصر ما حدش بيدخله من زمان. وبعدين سيادتك القصر ده تابع لوزاره الاثار، يعني اي حد بيخش هنا لازم يجيب تصريح معاه من وزاره الاثار. بيخشوه احيانا شويه اجانب وسياح وكده، وساعات بيتاجروا يصوروا فيه في السيما يا باشا. اسمك ايه؟ اسماعيل يا باشا. هو واضح يا اسماعيل انهم صوروا صور فنانين اهي. بس من زمان يا باشا ما حدش جه ولا صور فيه يا باشا. ده محمد علي باشا مش كده؟ هو باشا محمد احمد في علي بس باشا. باشا درسناه زمان في حصه التاريخ. عادل. ايه يا باشا؟ اسماعيل يطلع المديريه ورجالتنا تفتش القصر حته حته. انا عايز البلاعه. اسماعيل مين يا باشا؟ الخديوي اسماعيل. يلا. لو هنمشي على كلام الواد سعيد ده هنلاقي الحقيقه غير كده. بس انا متاكد من كلامه يا باشا، لاني رحت القصر ولقيت بعض الادله منها حاجه زي دي. الولاعه يا مروان وقعت منه هناك، ومع وصفه للمكان والحاجات شفتها بعيني بيؤكد ان كلاكيت كان في القصر قريب جدا. ايوه يا مروان، لكن حلمي شهاب مات. انت عارف بلدنا كويس قوي يا فندم، في كتير ناس بتموت وبترجع تاني. سعيد، حلمي شهاب ميت من 4 سنين. ليه الواد اللي اسمه علاء بتاع الاكسوار لقيته سافر؟ سافر فين؟ سافر البلد. امتى؟ بعد الحادثه على طول. ازاي كده؟ بعد الحادثه على طول؟ بص لازم تفهم حاجه، اقرب اتنين لسعيد الواد علاء ده والمخرج. علاء سافر هنشوف قصته ايه.
بس انا لازم ازور المخرج، جيب لي عنوانه وكلمني. اعتبره حصل بسرعه. مروان بيه. مساء الخير يا جو. مساء النور يا فندم. انا متاسف، ممكن اكون جيت في وقت مش مناسب. لا ما تقولش كده، بالعكس ده بيتك في اي وقت. اتفضل. شكرا. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل يا مروان بيه، اتفضل. طبعا سلمى بطلة افلامك، عشان كده لازم تبقى محتفظ بصورها في البيت. عادي جدا، انا مش شايف مشكله يعني. بس دي مش كانت خطيبة خالد شهاب؟ اه. طب وحضرتك مش كنت على علاقة بيها؟ بالظبط، بس احنا سيبنا بعض من فتره طويله جدا. عادي، طبيعي يعني. في ناس كتير بيسيبوا بعض على اتفه الاسباب، بس بصراحة دي ما تتسابش. ما شاء الله حلوة قوي. خير يا مروان بيه. انت زرت كلاكيت قبل كده في البيت؟ حصل. وايه سبب الزيارة؟ واحد من الكرو بتاعي عيان وانا كنت بعطف عليه، فاخدت هديه لبنوته ورحت زرته. انهي بنوته؟ بنوته اللي هي اصلا مش موجوده. يعني انت كنت عارف ان بنوته دي مش موجوده؟ الوسط كله عارف الكلام ده. مروان بيه، انا كنت باخده على قد دماغه. ماشي الحال. انت كده بصراحة جاوبتني على السؤال كان محيرني جدا. طب استاذن انت بقى. مروان بيه، انت ظابط مباحث وانا مخرج، يعني لما تحب تعرف مني حاجه اعرفها على طول. ماشي، تمام. شرفتني يا مروان بيه. والنبي يا عم الشاوي، والنبي يا عم الشاوي. اساسي عايزه اطلع دول لسعيد. ممنوع يا ستي، ممنوع. ليه يا اخويا؟ ما انا شايفه الناس طالعه نازله باكلهم، ولا يعني عشان احنا زلابه؟ طب استنى، خد دي. صدقني صعبت عليا. طب خد بقى، طلع له السجاير دي والاكل ده. ايه اللي في العلب ده يا ستي؟ ده رز محمر وملوخيه وحته فرخه زي العسل. عايز تاخد منها خد، بس حته صغيره والنبي. مدام سميرة، الدكتور منبه عليكي تخرجي من الحالة اللي انت فيها دي. كلنا جنبك يا مدام سميرة، بس ارجوك اتبعي تسويق الفيلم عشان يلحق ينزل في العيد. عيد؟ يغور الفيلم. ممكن تسيبوني لوحدي شوية؟ خلاص يا يوسف، تعالى نسيبها ترتاح شوية. بعد اذنك يا فندم. تأمريني بحاجة ثانية يا ست هانم؟ شكرا. الست منهارة. مالك يا مدام سميرة؟ مدام سميرة، ازيك يا فهد؟ ازيك يا سعد؟ جبت اللي قلت لك عليه؟ الموضوع ده خطر عليك يا سعيد. يعني جبت ولا ما جبتش؟ هتفضل هربان كده وفي الاخر هتبقى مطارد. يا عم جبت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ اهو يا اخويا اللي قلت لي عليه. اتفضل. بس خلي بالك، ده مسدس بجد مش زي بتاع السيما اللي بتلعبوا بيه. مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي. ما جبتش اللي قلت لك عليه؟ ما امال ايه ده يا سعيد؟ ربنا يخليك يا فهد. يلا اتكل على الله، شد انت عشان اطير انا. انت بتطير؟ وبتبيض؟ اهمش انا.
الو. ايوه يا استاذ يوسف، انا اسماعيل حارس القصر. حلمي بيه في المطار، وبيقول لك الكلام اللي هقوله لك تنفذه بالحرف الواحد. في مسدس عند المنحنى الخطر، تاخده وتروح تقتل بيه سعيد. سعيد مستنيك في القصر. سلام. معلش بقى بوظها لك الديكور بتاعك. وانت برضه اللي شلت الصور؟ يعني قلنا نخرج عن النص شويه. خلاص يا حبيبي، احنا في اخر مشهد من الفيلم والتترات هتنزل. الفيلم تأليفي واخراجي. قصدك من تأليفك واجرامك. انت عملت كده ليه؟ غصب عني يا سعيد، بس عجبني اسلوبك انك تجيبني لغايه هنا. بنتعلم منك. غلط، انت بتقلدني. فين شخصيتك يا سعيد؟ التقليد ما بيعملش ابداع، الفكره هي الابداع. بص، الفكره اني اخليك لعبه والعب بيك وقت ما انا عايز. طب ما انت كمان كنت لعبه في ايد الباشا الكبير. كلنا لعبه سعيد في ايد اللي فوقينا، وبيحركونا وقت ما هم عايزيننا نتحرك. احساس ممتع قوي انما في ناس عميان ماشيه وراك زي العبيد. الناس دي بقى ممكن تفسد بيهم مجتمع كامل. وبعدين انا كنت برسم الخطوط العريضه بس، انت اللي بتكمل. انت البطل يا سعيد. قول لي صحيح، تحب تعيش كلاكيت ولا تموت بطل؟ هتموتني زي ما قتلت خالد شهاب؟ هبعتك الاخر الامنيه عشان تسلم عليها. انت قتلت امنيه؟ سعيد ما بيكدبش يا بيه. سعيد عيان، عيان عيا جامد قوي. سعيد عنده انفصام في الشخصيه. انا عايز اعرف اكتر عن حاله سعيد. سعيد بيتوهم انه بيكلم ناس ما هياش موجوده اصلا. هموت واعرف بتحضر الفطار ده امتى. وبيبني في خياله قصص منها اجزاء واقعيه واجزاء غير واقعيه، بس من وجهه نظره هو. اهدى يا سعيد، ما ينفعش كده، حرام عليك، الناس بتتفرج علينا. قلبي شهاب ميت من 4 سنين. اخترتك انت للمهمه دي عشان ابوك كان واحد من الرجاله. ربنا يخليك يا استاذ يوسف. الحياه ما تضيعش نفسك يا عمرو. اخلصي يا خاينه، اخلصي يا خاينه. انا كده فهمت كل حاجه. انت لازم تموتي. انت لازم تموت. وهنا يفرق عمرو المسدس من كده ويطلق الرصاص على علي. انت عايزني اقتلك؟ الفرصة لو جات لك راحت منك من غير ما تستخدمها تبقى حمار. اقرب اتنين لسعيد الواد على اداء والمخرج. بقول لك ايه، خلاص بس في السفرات عشان سعيد. انزل مقطع مصر. ايه اللي هيقتلك؟ الصمت لغه اضرار. عشان تقتل حد لازم تعرف هتقتله ليه. تحرق قلب سميرة هانم على ابنها. انت ليه قطعت الكهرباء؟ عرفت ازاي؟ المهمة تمت بالله. قلبي شهاب هرب من السجن في حدث الثوره، وبعد كده تم اعلامه. بس الجثه كانت مشهوره تماما، يعني احنا ما عرفناش احنا بنتكلم. كده كلاكيت كان صح. عادل، عايزك تنزل لي خبر في الجرايد بيقولوا سعيد كلاكيت. ايه ده؟ هو سعيد هرب؟
ده المكان اللي وصلت فيه. القصر فوق. بشير، شفت بقى تلميذك يا ابن الهبله؟ طلعوا الكلب ده على البوكس. ده بقى بجد وبحقه حقيقي. انت قتلت امنيه؟ سعيد انت ما عندكش بنت اسمها امنيه. قتلت امنيه؟ انت ما عندكش بنت اصلا. مين قال لك انه ما عندوش بنت؟ مين؟ امنيه. امنيه. تعال. تعال كلمني بابا. كده أول مرة ودي مش آخر مرة، حياة عايزاني برا ومش عايزاني أعيش، وأنا كل ما أحلم بحاجة ألاقي طلعلي حاجة ومش سايبالي حاجة وكل يطلع مفيش. كده تاني مرة ودي مش آخر مرة، حياة عايزاني برا ومش عايزاني أعيش، وأنا كل ما أحلم بحاجة ألاقي طلعلي حاجة ومش سايبالي حاجة وكله يطلع مفيش. أنا اللي تعبت على الآخر وحالي صعب على الكافر، وبرغم ده كله أنا بعافر. كلا كنت تاني أنا صابر على الأيام، أنا اللي الدنيا دي معايا ملخبطة وكل شوية فيا الاقيها مخبطة. تعبت كتير ونفسي في يوم ارتاح، أنا طول عمري عايش والضحكة رايحة مني، ولما بشوفها في مرايتي بلاقيها غريبة عني، وبرغم ده كله أنا برضو قد الجراح. الجراح الجراح الجراح. أنا شفت كتير بعيني تعبني ومخليني أخاف من بكرة يجي ويدوس علي، وناس الله يجازيني
اللعبة بيحركوها وبيستدلوا فيا. أنا اللي تعبت على الآخر وحالي صعب على الكافر، وبرغم ده كله أنا بعافر كلا كنت تاني أنا صابر على